لما يجيلي حد عايز يعمل دايت عشان ينزل في الوزن، لازم اخد منه حاجة اسمها 24 ريكول. بمعنى ان انا لازم افهم طبيعة اكله وبياكل ايه وكميات قد ايه وبيحب ايه وما بيحبش ايه. فبسأله تقريبا يعني كاختصارا اليوم اللي قبلها احكي لي كلت ايه فطار غدا عشاء. ودي اول خطوة في نظام الخطة العلاجية، ده مش كلامي، ده كلام العلم. والسؤال ده غرضه تقريبا احط ايديا على طرف المشكلة واعرف احدد تقريبا بتاكل سعرات قد ايه في اليوم. وده عشان نحط النظام الغذائي، عشان ما ينفعش اعمل عجز كبير في السعرات مرة واحدة. ده كلام العلم. نيجي بقى للواقع. لما اجي اقعد مع الحالة، طبعا بعد ما اتأكد ان كل التحاليل سليمة والهرمونات سليمة ومفيش مشاكل صحية، اسأله كلت ايه امبارح. طبعا مش كل الحالات، يعني نسبة. كلت ايه امبارح؟ لا ده انا ما باكلش. ده بيكون رده، ده هي لقمة صغيرة على الفطار، كفتاية صغيرة على الغدا، ما فيش عشاء ونجوعت باكل زبادي. بمشي كل يوم، بشرب مية كويس، منع السكر، منع المواد الحافظة. طب ما انت بسم الله ما شاء الله، يعني دي حاجات بناخد وقت طويل عشان نتعود عليها. طب كده المشكلة فين؟ طب كلت إيه امبارح؟ يا دكتور انا فاكر. طب بتاكل مقليات؟ لا خالص منعها. طب الطعمية بتاكلها ازاي؟ مقلية. طب ما هي دي مقليات. طب امال هاكلها ازاي؟ انا ببقى عايزة افهمه ان انا مش بتدخل في خصوصياته، انا عايزة ابدأ النظام العلاجي صح. ان انا في الاخر بضطر اعمل له نظام غذائي يناسب احتياجاته ويناسب وزنه وجسمه، واعمل له نقص بسيط في السعرات. يجي لي بعد اسبوع خاسس كيلو 2 كيلو وفرحان قوي، يقول لي انا ما كنتش ملتزم 100%، ويقول لي انا خسيت ازاي، انا ما جعتش ما اتحرمتش مش عارفه ايه. ببقى عايزه اقول له ما انا عارفه انك كنت مخبي عليا سعراتك.